جارتي القروبة قالت لي حطي البن على الرمان وهتشوفي بشرتك هتبقى جنان. عايزه اقول لكم الوصفه دي بتضيع النمش بتفتح البشره بتزيل التجاعيد وبتضيع الحبوب. حلوه جدا جدا جدا. في قناتي دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا زي ما شفتوا كده انا جبت نص الرمانه او رمانه. بجيب الرمان بقى وبحطه في الكبه بتاعتي عشان عاوزه اطحن الرمان ده. هتحطيه في الكبه بعد ما تنزلي عليه شويه ميه، تمام، شويه صغيره يعني. بصي بقى انت عايزه تحطي يعني تعملي شويه رمان صغننين، تحطي شويه ميه صغننين كده على قد الوصفه بتاعت اليوم وخلاص، تمام. انا عامله هنا كميه كبيره شويه ممكن تكفيني اسبوع كمان، تمام. يعني عايز تكتري الكميه كتريها، مش الميه بتاعته بالحبيبات بكل حاجه فيه كده زي ما هي كده، تمام كده زي ما بصوا عاوزه كده. انا مش هصفيه ولا اي حاجه. هتحط بقى الرمان في بوله، تمام. بعد كده بعد ما بتحطوه بقى في البوله كده زي ما انتم شايفين كده، هجيب بقى معايا البن، معلقتين بن، معلقه بن، ماشي، معلقه كبيره، معلقتين كبار، لكن انا عشان مكتره الكميه شويه حطيت اكتر من معلقتين، تمام، لغايه لما القوام يوصل معاكي كريمي بالشكل ده. انا عاوزه القوام كده، تمام. بصوا بتجيبي بقى اللي بعد ما تغسلي بشرتك كويس جدا بالصابونه الطبيه بتاعتك. يا جماعه يا ريت ما تستخدموش صابون من بتاع الايد ده للبشره، هيبوظها لك، تمام. استخدمي صابونه طبيه او غسول لبشرتك، تغسليه وتنشفيه نظام الطبطبه. بلاش بقى الدعك ده عشان الدعك ده اصلا بيطلع التجاعيد بدري. سبته بقى على بشرتي عايزه يعني تلت ساعه كده، وحطيت كريم مرطب. بصوا بقى الفرق، طبعا الفرق باين من اول الاستخدام، هتشوفي النتيجه بجد. وصفه تحفه. سيبك بقى من الحاجات الغاليه اللي بتبيعوها في الصيدليات ومحلات التجميل دي، وخليكي في الوصفه دي. عارفين اصلا فوائد الرمان اساسا، وهيخلي بشرتك كده مورده وجميله. وكمان البن مش من مره تقولي بقى ايه مفيش حاجه حصلت، لا، عايزاكي كده تجربيها 3 مرات في الاسبوع. تعمليها كده قبل ما تنامي وتشطفي بشرتك وتحطي كريمك المرطب. استنوني بقى في وصفه جديده وفيديو جديد، ومع السلامه وباي باي.